وانتم طيبين. النهارده هنعمل كحك العيد مع ماما. وقبل اي حاجه حطوا لايك وصلوا ل 100,000. معانا مين؟ معانا رهف. معايا غدا. معانا كلنا. ازيكم عاملين؟ كل سنه طيبين يا حبايبي. النهارده هنعمل مع بعض ان شاء الله كحك العيد اللي هو يعني مظبوط جدا، اللي هو دايب جدا، اللي هو درجه تقيل وكمان مش بيترفع كده تشيليه تلاقيه بيتكسر منك بيتفتفت. لا، هنعمله اللي هو ناعم بس مظبوط، ينفع يتمسك يبقى طعمه حلو ومش تقيل على المعده. كمان اقول لكم ازاي نعمله يبقى دايب ومش تقيل على المعده، يبقى خفيف على المعده. السر كله في السمنه دي، طريقه ازاي نحضر السمنه دي. بصوا بقى، انا هعمل معاكم 2 كيلو بس، انا هقول لكم مقادير كيلو واحد بس ان شاء الله. يلا بقى نبتدي مع بعض. هقول لكم بقى مقدار للكيلو الواحد علشان اللي عايز يعمل كيلو بس، واللي عايز يضاعف بقى 2 3 4 زي ما تحبوا. ضعفوا الكميات من كل حاجه. لكل كيلو دقيق هنحط نص كيلو سمنه، ومحطوط عليها معلقه زياده سمنه كده، يعني يعتبر 520 او 530 جرام سمنه بس كده، مش اكتر من كده. دي النسبه المظبوطه اللي يطلع معاكي ناعم وبس مش تقيل او مش بيتفتفك كده بسهوله، ماسك نفسه شويه بس دايب دوب بقى. ومعلقه سمسم متحمص تحميصه خفيفه بس اللي يدوب يطلع الريحه بتاعته، مش عايزينه تحمير. معلقه سمسم كبيره، ونص معلقه بيكنج باودر، ونص معلقه خميره فوريه، ومعلقه كبيره سكر باودر، ومعلقه صغيره ريحه كحك، ورشه ملح. وهنعجن بكوبايه الا ربع ميه. عايزه تعملي لبن حطي، بس عايزه كحك يفضل معاكي دايب وطعمه ما يغيرش بسهوله يبقى اعجني بميه. عايزه تعجني بلبن وهتعملي كميه بسيطه خلاص اعملي، لكن ما تعمليش كميه كبيره وتقولي طعمه غير، عشان اللبن بيبقى جميل جدا وخطير اول ما تعمليه، بس لو قعد فتره طعمه بيغير. طيب والسمنه بقى نعملها ازاي؟ السمنه اللي انا قعدت ابس فيها يجي ربع ساعه زي ما انتم شايفين كده، انا جريت الفيديو، لكن قعدت ابس في الدقيق مع السمنه كتير. السمنه عشان ما تبقاش دسمه وتقيله على المعده وتتعب، السمنه تتعمل بس تتسخن ما تتقدحش، ولو على البارد مش هتقعد معاكي تبقى طعمها خطير وكل حاجه، بس لو قعدت شويه طعمه هيغير. ولو عملتي السمنه المقدوحه هيبقى تقيل على المعده بيعمل حموضه. لكن لما تبقى السمنه اتسخنت، لا سخنت بس مش لدرجه الغليان بقى ونسيبها تاخد وتدي، لا يا دوب تسخن معايا حلو قوي، ننزل على الدقيق على طول ونبدا نقعد نبس في الدقيق ده كتير، 10 دقايق كده عشان تاخدي نتيجه محترمه. هتلاقي الاول تحسي ده بقى عجينه مش محتاج سوائل، لا ما تحطي سوائل بقى تلاقيه بيبدا يشد معاكي. وما تعجنيش كتير، الكحك لما بنعجنش العجن كتير بيبقى في الغريبه، لكن الكحك والبسكوت والبيتي فور كل دول بنلم العجينه بس، تحطي الميه وتلمي. وبعد كده بقى ايه الملبن بتاعي نعمله ازاي؟ تجيبي الملبن وتحطي عليه معلقتين سمنه ومعلقتين كده سمسم، او ممكن تستغني عن السمسم لو مش عايزه، تعجنيه كويس. وبعد كده بقى زي ما عملنا كده بتجيبي كوره من العجينه وتحشيها بالملبن. كوره من الملبن بنعمله كور، تفتحي كده تعملي فجوه في الكوره بتاعت الكحك وتحطي الملبن. وهنا بقى اوريكم رهف وهي بتعمله بطريقتها وبصوتها، هتقول لكم هنا تشرح لكم ازاي. ده طبعا في الاول وهي بتحشي لسه ملبن ده مش بصوت، بس بعد كده لما تبدا بقى النقشه هيبقى بصوتها، هي هتكلم معاكم. الغزل بتقطع لنا اهي. وهنعمل تحدي انا وماما نشوف هنتعلم. يا جدعان انا احسن ولا ماما؟ بصوا كنت عامله واحده ثانيه. بصوا هي حلوه يا دي برضه جدعان، بتاعتي، وريني يا ماما. حلوه اكسبور جميله ومفرفشه. وريني دي برضه اللي انا عاملاها. دي برضه رهف اللي عاملاها. نزلهم. كنت صوتي. استني يا غزل، استني يا زوزو. هي بتاع دي احسن ولا دي ولا بتاع ماما؟ انا كنت عامله حبايه صح، بس دي شكلها احسن صح؟ اللي كانت معموله من شويه. حلوين كلهم حلوين. ودي وزوله برضه، وريهم بتاعت زوله. انا فين بتاعتي؟ في الطاق من جوه خالص. دي واحده الناحيه دي، لا في الكورنر هاتيها. ودي غزل عاملاها. انا يا جدعان اللي عاملاها. زوزو عاملاها ايه جميله. انت بتسجلي الصوت ده ولا لا؟ هركبه. واستكمالا بقى للنقشات بتاعه الكحك، بصوا النقشه دي انا بموت فيها، النقشه اللي عامله زي المربعات دي كده، بصوا منظرها شيك جدا وكيوت.
دي اكتر حاجه بعملها اصلا في الكحك. في برضو الرسمه دي اللي احنا بنعملها بوربه كده، فبتبقى داير ما يدور كده، شكلها حلو قوي. ساعات بسيبها من غير ما اعمل في النص كده، وساعات بعمل في النص 1 2 3 كده. ودي ورقه الشجره، دي موجوده معانا بقالها سنين ومكمله معانا. كل دول بقالهم سنين صح، هم مش جداد لسه. كانت في نقشات جديده السنه اللي فاتت كنت منزلاها، بس انا السنه دي حبيت اعمل اللي انا بحبهم فعلا. هم دول اكتر نقشات انا بحبها جدا، وبالذات الفاضيه من النص دي خطيره بجد، بتحط على السكر كده بتبقى شكلها حلو قوي. كده بقى بعد ما خلاص الكحك بتاعي استوي، بيستوي على نار هاديه تماما، وتسيبيه بقى لحد ما ياخد لون من تحت ومن فوق لون خفيف، مش عايزانه يغمق معاكم، بس ما تسيبوش ابيض برضه، انا عايزاه ياخد لون بس بسيط، تشميعه كده اللي هو لون يا دوب بيش كده بسيط. ونبدا بقى نرصه ونحط السكر بتاعنا الباودر، والسكر باودر ده اضربيه معاه معلقه نشا واحده بس كده، يديكي طعم خطير بجد. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي.